الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المغرب، الاتحاد العام لعمال كاتالونيا، قيادة حملة التعبئة حول الحق في العمل اللائق للجميع. منذ بداية القرن الحالي أعلنت منظمة العمل الدولية عن مفهوم العمل اللائق كسياسة وكبرنامج ملزم للأطراف الاجتماعية، ويتضح للمتتبع أن عملية تفعيل العمل اللائق كتوجه استراتيجي لسياسة التنمية الشاملة والمتكاملة، وكدعامة أساسية لإنعاش النمو المتضامن والعادل والمنصف لجميع الأطراف، وإعلان العمل اللائق كهدف من بين أهداف التنمية المستدامة في أفق سنة 2030 من طرف منظمة الأمم المتحدة. فإن العمل اللائق للجميع يتراجع ليحل محله العمل غير اللائق، وبأشكال وطرق وأنماط مختلفة، وذلك يعود للأسباب التالية. أولاً، خضوع السياسات العمومية والقرارات الاقتصادية والاختيارات الاجتماعية ذات الصلة بالعمل اللائق للتوجهات المفرطة للنموذج الليبرالي. ثانياً، التبعية الإجبارية لمؤشرات النمو الاقتصادي، مما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاديات الوطنية ويضعف مؤشرات التنمية البشرية. ثالثاً، ضعف مستوى الإدماج والتملك الفعلي والشمولي للعمل اللائق من طرف السلطات الحكومية، وغياب كامل لآليات التكامل والالتقائية والانسجام السياسي والمؤسساتي والتنظيمي للسياسات العمومية المتصلة. رابعاً، عدم فعالية أنظمة المعلومات والمعارف والمؤشرات الإحصائية المعتمدة رسمياً حول موضوع العمل اللائق. خامساً، تغييب ممنهج ومتكرر لآليات التشاور والحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية. إن الحراك الاجتماعي الذي يعرفه المغرب منذ سنة 2011 وإلى اليوم وصولاً إلى الحراك الاجتماعي بمنطقة شمال المغرب هي مؤشرات مشتركة في سياقات مختلفة تؤشر على فشل نموذج السياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على مفهوم التحرير الكامل للنمو والتنمية من كل الالتزامات السياسية والمجتمعية ومعايير الإنصاف والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. إن العجز السياسي للدولة والحكومات المتعاقبة وانسحابها الكامل من كل الالتزامات والمسؤوليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقانونية والأخلاقية سبب مباشر في تدمير العمل اللائق، توسيع العمالة الفقيرة والفقر، بطالة الشباب، تراجع القدرة على التكوين والتأهيل والإدماج، انتشار المواجهات والصراعات الاجتماعية، انهيار أنظمة الحماية الاجتماعية، انتشار الأوبئة والأمراض والحوادث المهنية، تدمير الحوار الاجتماعي، تراجع الحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمالة والعمل، عدم احترام قوانين الشغل والاتفاقيات والتوصيات، اتساع ظاهرة تشغيل الأطفال، العمل غير الدائم والموسمي، التمييز النوعي والعرقي، تراجع عمالة النساء، الانتشار الممنهج والمنظم للاقتصاد والعمالة غير المهيكلة، الاستغلال المتزايد والمعاملة غير المنصفة للعمالة المهاجرة. في إطار هذا الوضع وفي سياق تفعيل وتنفيذ برنامج العمل الكونفدرالي للسنة الاجتماعية 2016-2018 تم تصميم برنامج لقيادة حملات تعبئة للعمال والعاملات في مواقع العمل والتواصل مع المواطنين والمواطنات حول الحق في العمل اللائق والمنصف للجميع، حيث تم تنفيذ البرنامج في المرحلة الأولى بكل من مكناس وأكادير خلال الموسم الاجتماعي 2016-2017، وفي المرحلة الثانية بكل من الدار البيضاء والمحمدية خلال الموسم الاجتماعي 2017-2018، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العام لعمال كاتالونيا ومدرسة العمل اللائق بالمغرب. ويقوم هذا البرنامج على مجموعة من الأهداف المركبة: تطوير العمل التنظيمي الميداني وتجديد العمل النضالي الاحتجاجي من خلال تنظيم حملة تعبئة وحشد العمال والعاملات في مواقع عملهم حول أهمية الوعي والمطالبة بالعمل اللائق في مرتكزاته الأربعة.
وكذا تطوير مؤهلات التواصل وكفاءات الحوار المباشر للمسؤولين النقابيين والتحامهم العضوي والميداني مع العمال والعاملات والمواطنين والمواطنات. ولتحقيق هذا الهدف تم تحديد برنامج عمل يتضمن العديد من الأنشطة مع وضع مؤشرات موضوعية لقياس نتائج الحملة واقعياً، وتوزعت أنشطة قيادة الحملة على المحاور التالية: أولاً، ربط التكوين بالعمل الميداني من خلال تكوين 25 من الفاعلين الكونفدراليين بكل من مكناس وأكادير، و25 بكل من الدار البيضاء والمحمدية، وذلك لمدة يومين لكل مجموعة حول مجالات العمل اللائق ومنهجية تصميم وقيادة حملة التعبئة وكيفيات التواصل مع العمال والعاملات في مواقع عملهم والمواطنين والمواطنات في الشوارع والساحات العمومية بالأقاليم المستهدفة. ثانياً، تم تصميم وإنتاج مجموعة من الوسائل ومواد التشغيل القابلة للاستعمال الميداني من أجل تسهيل عملية التواصل المباشر مع العمال والعاملات والمواطنين والمواطنات. ثالثاً، تخطيط وتنظيم وتنفيذ 60 خرجة للتواصل مع العمال والعاملات في مواقع العمل بكل من مكناس وأكادير والدار البيضاء والمحمدية. رابعاً، تنظيم حملة التوقيع على عرائض العمل اللائق للجميع من طرف العمال والعاملات في مواقع عملهم ومن طرف المواطنين والمواطنات في شوارع الأقاليم. خامساً، تقوية وتوسيع التنظيم الكونفدرالي من خلال ربط قيادة الحملة في الأقاليم برفع نسب الانخراط وتشكيل مكاتب نقابية جديدة. وفي إطار التقييم الشامل لبرنامج قيادة حملة التعبئة، فقد تمكنت الفرق الكونفدرالية من تحقيق المهام والأنشطة المبرمجة بنسب تتراوح بين الجيد والممتاز. فقد وصل توقيع عرائض العمل اللائق إلى 6500 توقيع بكل من مكناس وأكادير، وأزيد من 4655 توقيع بكل من الدار البيضاء والمحمدية. وتم تشكيل 5 مكاتب نقابية جديدة بكل من مكناس وأكادير، ومكتبين نقابيين جديدين بكل من الدار البيضاء والمحمدية خلال مدة الحملة. كما تم تطوير نسبة الانخراط ما بين يوليوز 2016 ويونيو 2017 ب8% بكل من مكناس وأكادير، وتحسين نسبة الانخراط ما بين ديسمبر 2017 ومايو 2018 ب2% بكل من الدار البيضاء والمحمدية. وفي إطار التقييم الشامل لمجموع المؤشرات القابلة للقياس الموضوعي لتجربة قيادة الحملات في موضوع العمل اللائق والمنصف للجميع، فقد تمكنت المجموعات الكونفدرالية في الأقاليم ال4 من تحقيق نسب عالية في إنجاز الأهداف والمهام والأنشطة المبرمجة. وصلت في مكناس إلى 74%، وفي أكادير إلى 94%، وفي الدار البيضاء إلى 81%، وبالنسبة للمحمدية إلى 72%. إن نجاح هذه الحملات تؤشر على إمكانيات وفرص هائلة لتطوير الأساليب التعبوية والتواصلية والتنظيمية والنضالية، وتجديد أنماط الارتباط بالقوى العاملة في مواقع عملها، والتعريف بالعمل الكونفدرالي الجماعي والمتضامن والضامن لحق الانتساب النقابي، وتجريب أشكال جديدة للتواصل مع المواطنين والمواطنات باعتبارهم العمق الاجتماعي والمجتمعي للحركة النقابية الكونفدرالية من أجل الديمقراطية السياسية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والحقوق العمالية.